السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أكلات يايا. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم الليمون المعصفر. طبعا الليمونة لازم تبقى صفرة كده وحلوة كبيرة كده وحلوة علشان ايه يتاكل بسرعة. خلاص هنجيبه كده على جنب. نبتدي بقى ايه نقسم الليمونة. هتجيبيها تعمليها ايه 4 كده، ما تاخدهاش للاخر، هتسيبيها بالشكل ده كده. واحدة كمان، بالشكل ده كده. هنعمل كل الكمية كده ونرجع لكم. خلاص كده خلصناه. نحط بقى بنغلي ميه ونحطه فيه كده. الميه هتغلى اهيت. كده الميه غلت معانا اهيت. هنبتدي بقى نحط الليمون. يا دوب هيغلى غلوة واحدة بس، مش عايزين اكتر من كده. بس كده احنا عايزينه يغلى غلوة واحدة بس كده الايه اللي احنا عايزينه. كده الليمون هنسيبه يبرد، والمكونات معانا بقى عصفر، ومعانا حبة البركة، وملح، ومعانا جزر، ومعانا فلفل احمر وفلفل اخضر. ممكن تستغني عن الفلفل الاخضر عادي يعني، خلاص. او لو عندك هريسة شطة ممكن تحطي كل المكونات. ومعانا ايه هناخد ايه حوالي معلقتين من الزيت كده عشان يلمعوا كده ويبقى شكله حلو. خلاص كل المكونات كده. يبقى معانا الجزر كده نبشره. يبقى معانا البشر كده بالطريقه دي كده. هيبقى معانا كده العصفر، ومعانا معلقة كبيرة حبة البركة او معلقتين بس عشان ما يسودش مننا يعني. ومعانا هريسة الشطة هنحط نص الكمية. ومعانا معلقتين كده ملح. ومعانا ايه بشر الجزر شوية برضو كده. ايه هنقلب كل المكونات كده ونحط ايه حوالي معلقتين زيت كده بس كده. تيجي بقى تقلبي كل الحاجات دي كده. ونبتدي بقى نحشي الليمون. كده الليمونه معانا اهيت.
تيجي تحشيها بايدك بالشكل ده كده. تبتدي بقى كله بالشكل ده. هيبتدي كده بقى معانا البرطمان. هتحط شويه جزر تحت كده، وتبتدي بقى ايه تحط الليمونه بتاعتك. بالشكل ده كده نعمل الكميه كلها كده. ايه نرصها بقى بالشكل ده كده في البرطمان. معانا كده ايه خلصنا طبعا البرطمان اهوت كده تمام اهو بالشكل ده. يبقى معانا كده ايه الحاجات اللي فاضت. هتحطي ملح طبعا لكل كوبايه بتحط لها معلقه ملح. معانا الهريسه ده الفايده كلها هنحطها. خلاص كده ايه حطينا مثلا دول حوالي 3 كوبايات ميه. حطينا ايه 3 معالق ملح، واحنا حاطين ملح في الاول كمان. هتعصري كده ليمونتين خلص كده. تبتدي بقى ايه نحط كده الحاجات بتاعتنا كلها. خلاص كده خلاص كده تمام. تبتدي بقى تحط ايه شرايح ليمون كده الوش، وشوية زيت صغيرين كده. خلاص هنبتدي بقى نحط كيس كده. نبتدي بقى عليه كويس. خلاص كده بالشكل ده معانا. شكله جميل وتحفة ما شاء الله. والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.